أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الخاص الذي نقدمه لكم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. قبل كل شيء أريد أن أقدم نفسي. أنا ماريا، طالبة من طلاب قسم اللغة العربية في مدرسة اللغات في فالنسيا. أنا وزملائي في قسم اللغة العربية نستغل هذه الفرصة في هذا اليوم الخاص لكي نعرفكم على هذه اللغة الجميلة والعريقة التي ندعوكم للتعرف عليها، ولم لا لدراستها كذلك. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي السبيل لنطق الضاد. هي لغة العلوم والأدب، لغة الحضارة والتقدم، لغة القرآن والسنة، ولغة أهل الجنة بإذن الله. هي من اللغات القلائل التي تكتب من اليمين إلى اليسار إلى جانب اللغة الفارسية والعبرية. في اليوم العالمي للغة العربية نريد أن نقدم لكم أرقام عن لغة الضاد. تعتبر اللغة السادسة في الأمم المتحدة، وتحتل المركز الرابع من حيث اللغات الأكثر انتشاراً في العالم. يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم، وتسمى لغة الضاد لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد، ولديها 1000 جذر لغوي مقابل 700 للغة اللاتينية، وتتضمن 13 لهجة رئيسية مقسمة جغرافياً. ما دفعني إلى دراسة اللغة العربية هو الفضول حول الكتابة والخط العربي والأصوات. لذلك قررت التسجيل في مركز اللغات، ووقعت في الحب هذه اللغة، والآن ما زلت أحبها. أنا باو، أنا أدرس اللغة العربية لأنني أعمل في تنقيبات أثرية، وأحيانا نجد مكتوبات باللغة العربية. أنا اسمي خيسوس، أدرس اللغة العربية منذ 7 سنوات تقريبا. ولماذا أدرس هذه اللغة الجميلة؟ هذا سهلا، للاستمتاع بها. أهلا بكم. اسمي يولاندا، أنا أدرس اللغة العربية لكنها لغة جميلة وصعبة جدا، وهذه اللغة تفتح العقل. وبالإضافة إلى ذلك كثير من طلاب اللغة العربية نكون أصدقاء ونساعدنا بيننا، لذلك جزاك. أوجه الشبه بين اللغة العربية والإسبانية. نجد أن اللغة العربية لها تأثير واضح على ثاني لغة متحدثة في العالم، وهي اللغة الإسبانية. كما نعلم، التواجد العربي استمر في إسبانيا أكثر من 800 عام، ولكن على الرغم من انتهائه في عام 1492 ما زالت الثقافة واللغة العربية حاضرة في الحياة اليومية الإسبانية حتى يومنا هذا. معظم المصادر تذكر أنه يوجد حوالي 4000 كلمة إسبانية و1000 كلمة برتغالية هي من أصل عربي، ولكن مع العلم أنه ليست جميع هذه المفردات المستخدمة في أيامنا الحالية، ما زال بإمكاننا رؤية ما تبقى منها بشكل واضح. معظم مفردات اللغة الإسبانية، وإذا لم تكن جميعها، والتي تبدأ بأل هي من أصل عربي، وهي من ال التعريف الموجودة في لغتنا العربية.
هناك كلمات شائعة الاستخدام في اللغة اليومية من أصل عربي. جرة، خرة، لأن حرف الجي ينطق خ أو هاء. إن شاء الله، أخلاء. ركن أو زاوية، رينكون. حتى، أستا، من أكثر الكلمات المستعملة. جميع المفردات التي تحتوي على حرف H لا يتم فيها لفظ هذا الحرف في اللغة الإسبانية. القصر، الكاثر. المخدة، المواضع. المعصرة، الماثرة. الحناء، ألينيا. المخزن، الماثين. كذلك يمكننا رؤية الشبه في بعض المصطلحات الخاصة بالتغذية، مثل السكر، أثوكر، الزيت، أثيته، الزيتونة، أثيتونة، الرز، الروث، أو الشبه في مجال التعليم، مثل الجبر، الخبرة، المفردة المستخدمة في الرياضيات. وكذلك هناك مصطلحات ومفردات أخرى في سياقات أخرى من أصل عربي، فلان، فلانو، التابوت، أتاود، قميص، قميصة، عود، العود. مساء الخير يا أصدقاء. بدأ دراسة اللغة العربية منذ عدة سنوات، وحتى يومنا هذا ما زال أدرس هذه اللغة. أعتقد أنها لغة جميلة وممتعة للغاية. أدعوكم للتعرف عليها. تحياتي لكم. أنا اسمي إيسابيل. أنا أدرس اللغة العربية لأنني أحب الفن والتاريخ والثقافة العربية جدا. أهلا وسهلا، اسمي دانيال. أنا أعمل في شركة متعددة الجنسيات، وأعتقد أن المعرفة اللغات الكثيرة هي مفيدة جدا للتفاعل مع العملاء والتعرف على الأشخاص من البلدان التي يسافر إليها. أنا أتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وهدفي للعام القادم هو تحسين معرفة باللغة العربية. وهناك بعض الأماكن السياحية التي احتفظت بأسمائها العربية أيضا، وخير المثال على ذلك لدينا لكاتدرال المودينا التي تقع في مركز العاصمة مدريد، والاسم مستوحى من الكلمة العربية المدينة، والحمراء المشهورة في كل إسبانيا. هناك أيضا الكثير من المناطق والمدن الإسبانية تحافظ على الأسماء العربية الأصل، مثل الباسيت، الباسيتي أو بلد الوليد، غورناطة، الميريا، القلعة، الكلا. هي من الكلمات الشائعة الاستخدام في تسمية أكثر من منطقة إسبانية، مثل الكلا دي هيناريس، الكلا دي الخوكر، الكلا دي الباجي. أيضا العديد من المناطق والأحياء الإسبانية تحمل الاسم بني، مثلها في اللغة العربية بني أو ابن، مثل بني كارلو، بنيسا، بن خوفر، بني دورن، بني قاسم، وبني مكليت. مرحبا، اسمي يوشيه. أنا يابانية، ولكنني أسكن في إسبانيا منذ 23 سنة. أدرس اللغة العربية منذ 4 سنوات. بالنسبة لي، اللغة العربية لغة جميلة وحلوة جدا، وخاصة
يبدو لي أن الخط العربي رائع جدا. أنا أندريو، أنا أمريكي لكن أسكن في إسبانيا. أنا أحب جدا اللغات وأردت أن أدرس العربية لأنني أردت أن أسافر في العالم العربي، وأيضا حببت الكتابة جدا. السلام عليكم، أنا اسمي خلود، أنا إسبانية ولكن أهلي من العراق، وأدرس اللغة العربية لأن أريد أن أتعلم عن جذوري. وفي ختام هذه الحلقة التعريفية بلغة الضاد، أو كما هي معروفة باللغة العربية، لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن استماعكم، ونتمنى أن تكون حلقتنا هذه قد نالت إعجابكم. وقبل أن أودعكم أتمنى أن ترسلوا لنا آراءكم واقتراحاتكم. إلى اللقاء في قادم المواعيد.